قارة أفريقيا بتأتي في المركز الثاني من حيث المساحة وعدد السكان، أما قارة آسيا هي بتأتي في المركز الأول. عدد سكان قارة أفريقيا بيتضاعف كل 3 عقود، يعني كل 30 سنة. القاعدة دي جت منين؟ حسبوا سنة 1975 لحد سنة 2005 ولاحظوا التضاعف ده. سنة 2023 وجدوا أن سكان أفريقيا بيمثلوا خمس سكان العالم، 1.5 مليار نسمة. بناء على قاعدة التضاعف فإنهم قالوا سنة 2050 هيصل العدد ل 2.4 مليار نسمة. الزيادة دي يا ترى أسبابها إيه؟ هما سببين: زيادة طبيعية، فرق ما بين مواليد والوفيات، والسبب التاني زيادة غير طبيعية بسبب الهجرة، انتقال الأفراد من مكان لآخر. أكبر دول قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بالترتيب من الأكبر للأصغر: نيجيريا، إثيوبيا، مصر. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. قارة أفريقيا رقم 2 في المساحة وعدد السكان. قارة آسيا هي الأولى في المساحة وعدد السكان. عدد سكان قارة أفريقيا بيتضاعفوا كل 3 عقود. في 2023 كانوا خمس سكان العالم 1.5 مليار نسمة، هيتضاعفوا في 2050 ل2.4 مليار نسمة. إيه أسباب الزيادة دي؟ هما 2 أسباب رئيسية: زيادة طبيعية وغير طبيعية. زيادة طبيعية الفرق بين مواليد ووفيات، وغير طبيعية هي الهجرة، انتقال الأفراد من مكان لمكان. أكبر دول قارة أفريقيا من حيث كده عدد السكان: نام. في دول اسمها نام؟ لأ، دي الحروف الأولى من الدول المقصودة بالترتيب من الأكبر كده للأصغر: نيجيريا، إثيوبيا، مصر.